كابتن حسام انا عاوزك تهدى كده وتخليك مش هادي. بص، انا دلوقتي يا كابتن مصطفى دخلنا في تراشق وفي صراعات مالهاش اي لازمه بالنسبه لنا. احنا كل واحد يبقى عارف دوره. يا كابتن مصطفى لما اتعملت بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم طلعت لها لوائح وقال بيشارك فيها فرق الأندية المصرية بيديرها حكام من مصر وبيديرها كذا وكذا وحكام دوليين ودرجة أولى ومن يراهم الناس المسؤولة، وعمل نظام ولوائح، لائحة المسابقات ولائحة الانضباط ولائحة الحكام. مظبوط عشان مظبوط. حتى لا يختلط الحابل بالنابل كما يقولون. احنا دلوقتي دخلنا في صراع بيانات. نادي الزمالك انا ما فيش خصومه ولا بيني وبين نادي من الانديه ولا بين شخص من الاشخاص، لكن حينما اتهم انا شخصيا بصفات انا اعتقد انها مش فيا وانا ما استاهلهاش وما يتقالش عليا هذا الكلام. لا ما حدش يقصد يا كابتن حسام. من حقي يا كابتن مصطفى انا استمر في يا هذا كابتن حسام العمل التطوعي او ما استمرش. انا ما حدش يزنقني يا سيدي، انا اسف. لا ما حدش بيزنقك يا كابتن حسام. خلي بالك هو اللي هو صبري سراج قال كلمه مهمه جدا. قال لك ان الانديه بتصرف كتير جدا وفي نفس الوقت احنا بنتفق انا وانت بنتفق مع كل الناس كلها ان في اخطاء قاتله بالنسبه للتحكيم وعلى الناس كلها. ولما يجوا الاجانب هيغلطوا. ما احنا عندنا عقدتنا الخواجه، ما عندنا مش جديد علينا. برضه طب لواء صبري سراج طلب ما اعرفش كابتن سمير زاهر هيبقى معايا وهنساله عليه. هو طالب ان يبقى في حكام اجانب باقي مباراه الدوري كلها. انتوا كحكام مصريين هتوافقوا؟ احنا حكام مصريين احنا لا يضرنا شيء ولا عندناش مشكله. وبعدين انا لا املك، انا بص انا بتحدث عن محمد حسام رئيس لجنه الحكام اللي مختارينه لفتره، بعد كده ياتي دور الحكام يلعبوا او ما يلعبوش ده موضوع يخصهم. انا كرئيس لجنه الحكام من حقي انا استمر في هذا المكان او لا استمر، لان الجو النهارده بقى لا يطاق ولا يحتمل. طيب كابتن حسام برضو عشان يبقى الراي العام عارف الحكام اللي هم اخطاوا وحطوك في موقف وحش او انت اتخذت قرارات ايه معاهم؟ بعد اذن حضرتك، انت بتقول الحكام اخطاوا وحطوني في موقف وحش. الحكام في جميع انحاء العالم بيخطئوا وما بيبقاش موقف رئيس اللجنه وحش، لان ده الناس معترفه وعندهم ثقافه خطا التحكيم. هل في عقوبات اتخذت يا كابتن؟ طبعا رئيس الاتحاد الدولي قال ان اخطاء الحكام جزء من حلاوه ومتعه كره القدم. انا معاك بس كره القدم بهذا المفهوم يبقى ماشي. طب بعض الناس عاوز تعرف ايه العقوبات اللي اتخذت بالنسبه للحكام؟ اصل انت هقول يعني برضه نفس الكلام اللي سالته امبارح. هل الحكم اللي يخطئ يا كابتن مصطفى نيجي تاني يوم بنقول الراجل غلط وبننزله للمستوى الادنى او بنقوف شويه؟ في عقوبات اكتر من كده عايزنا نجيبه في نادي التحرير بالمسدس والرشاشات ونموته مفيش مانع بس. طيب دلوقتي انت بهذا الاسلوب ما بقتش كوره ولا بقتش رياضه يا كابتن. لا انا معاك. الكل دلوقتي بيعلق شماعته على الاخطاء. هو في اخطاء ما حدش يقدر ينكر، واخطاء برضو عشان نبقى صراحه اخطاء قاتله جدا جدا جدا، وده زي ما انت بتقول ده على كل العالم. لا بص يا كابتن مصطفى، اي خطا بيبقى خطا مؤثر، مفيش خطا مش مؤثر. طيب انت اخذت قرار قبل كده يا كابتن حسام؟ كابتن مصطفى لو ما فيش اخطاء يبقى ما فيش طيارات هتقع وما فيش مراكب هتغرق وما فيش قطر هيتاخر. ربنا ما يجيب كوارث يا كابتن. لو ما فيش اخطاء ما فيش امراض، ما فيش حوادث. بس خلي بالك كابتن حسام، المباريات اللي جايه هتبقى كوارثها اكتر ولا اعوذ بالله، لان ده مباريات حاسمه كلها. لا كان الله في عون من سيتولى المسؤوليه، لان انا كده شايف ان انا بيتنصب لي مشنقه. يعني في ناس بتلعب من وراك؟ لا، ما هو اللي انت بتسمعه ده ايه؟ اذا كان انت مسبقا قبل ما يعني انا بكلم اللواء صبري كان في المركز ال 11 او ال 12 او ايا كان المركز، وصل الى المركز الثاني بالحكام المصريين اللي هو النهارده بيطلع فيهم نقطه الفصل. هو ايه اللي جرى للحكام تاني؟ يعني انت دلوقتي عاوز تجري المسؤوليه؟ يعني احنا النهارده لو احنا ناس مقرضين يا كابتن مصطفى وناس بقى بنلعب بديلنا وناس لنا بقى سحره مثلا، طب ليه نسيب ال 13 او ال 12 يبقى الثاني؟ انت شايف ان في حد متربص لك يا كابتن؟ يا كابتن احنا مش هنعجب حد ولن يعجب. ليه بس ليه؟ طب انت خدت قرار قبل كده يا كابتن حسام وقلت ممنوع اي حكم يتكلم للاعلام سواء المرئي او المسموع. ايوه. طلع كابتن فهيم عمر طلع في احد البرامج مره وقال لك ان اللعيبه بتاخد كذا وكذا وكذا. في نفس اليوم البيان طلع. احنا قلنا ما فيش كلام للحكام في نفس اليوم. طيب الكابتن سمير عثمان طلع في احد البرامج امبارح. اكلم كابتن مدحت النهارده واداله معلومه عشان بيقول له انت رايح للمساعد ليه ومع ذلك هيعاقب. امبارح طلع في احد البرامج وقال واعترض على الناس اللي هي بتحل والكلام ده كله. هل انتوا هتاخدوا قرارات؟ اكيد مش عايزه كلام. اي واحد لا يلتزم بتعليمات هيعاقب.
دي ما فيهاش مشكله، وبرضه الحكام اللي بتخطئ بتعاقب، ما حدش يفتكر ان احنا بنطبطب عليهم يعني. طيب احنا بس لكن هو النهارده في ظل هذه الرياضه، النهارده لما لعيب بيغلط في الجمهور ولا بتاع، ما هم بيوقفوه فتره او يخصموا منه راتب، مش ده اللي بيحصل؟ كابتن حسام، احنا عارفين ان انت راجل شغال تطوعي والضغط كابتن عليك مصطفى، جامد قوي. اوفر. لا 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 معلش، بس احنا عاوزينك تهدى كده. لما يجي الكابتن سمير من فضلك، اديك انت شفت، واحكي له على اللي حصل، واحكي له على البيانات. احنا طيب. ولا ايه البيانات بقى يطلع على كل المراكز، مش عاجبين حد. هنحاول يبقى في مداخله مع الكابتن سمير. شكرا كابتن حسام. معانا لسه جمال جبر. اهلا بيك يا جمال. يا كابتن مصطفى، ازي حضرتك؟ عايز تقول ايه يا جيمي قبل ما نختم الجزء ده؟ كابتن مصطفى، انا عايز اقول لحضرتك في اكتر من 4 أو 5 مباريات تم حسمها لمصلحه نادي الزمالك باخطاء تحكيميه لن مش ممكن نقول متعمده. مش عاوزين بقى يا جماعه نعمم بقى نقول لاهلي وزمالك يا جماعه من فضلكم. كابتن مصطفى، ما هو انت رديت يا جمال، قلت الجزء الاولاني اللي انت قلته. يا كابتن مصطفى حضرتك ما اديته فرصه كامله. عفوا يا كابتن مصطفى، طب انت عايز ايه الفتره اللي جايه يا جمال؟ نعم، انا عايز اقول لحضرتك ان الزمالك مش طرف في القضيه. ده كانت مباراه الاهلي وانبي 4 أو 5 مباريات تم حسمها لمصلحه نادي الزمالك، قفز بيها من المركز ال 13 للمركز الثاني. النادي الاهلي لم يعلق ولم يصدر بيانات، والنادي الاهلي دي عادته ودي طريقته وده نهجه وده اسلوبه. عايز اقول لحاجه ثانيه حضرتك، النادي الاهلي عمره ما طلب حكام بعينها استبعاد او اسناد مباريات. نادي الزمالك طلب رسمي، وحضرتك عارف وكل الاعلام عارف، طلب استبعاد فهيم عمر بشكل رسمي ولجنه الحكام استجابت. يعني نادي الزمالك هو اللي طالب هذا الشكل. نقطة أخيرة عايز أقولها لسيادة اللواء صبري سراج، النادي الأهلي واجه نادي الزمالك وجها لوجه كام مرة. أنت عصبي ليه يا جمال؟ طيب خليك هادي. مين كسب مين أكتر؟ معلش يا كابتن مصطفى، خليك هادي بلاش في العصبية، خليكم هاديين يا جماعة. هادي. دلوقتي بقى علق المسافة علق كلها على الحكام. كان في تحكيم أجنبي أهلي وزمالك، أهلي والزمالك اتقابلوا كم مرة ومين كسب كم مرة وكم بطولة. شكرا يا أستاذ جمال. زي ما أنتم شايفين حالة ملتهبة، لعبة الكراسي الموسيقية، وكل واحد بيتكلم من وجهة نظره الشخصية اللي بتفيد فرقته، انما بتعم على الكرة المصرية كل واحد بيفكر في نفسه. الحكام، وانا قلت لكم الحلقة اللي فاتت، الشدة بدأت تزيد، فبالتالي كل واحد عنده اخطاء هيرميها على التحكيم. الحكم المصري بياخد في المباراة 300 جنيه. عارفين يعني ايه 300 جنيه؟ بيسافر وياكل ويشرب منهم.